السلام عليكم. معاكم قناة تحليلاتكم. عرض رسمي يا جماعة لنجم النادي الأهلي علي معلول من نادي سعودي. قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، طبعا لو انتم من عشاق النادي الأهلي وداعمين ومحبين لعلي معلول طبعا أسطورة النادي الأهلي، اشتركوا في القناة واعملوا إعجاب للفيديو وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا نتعرف على تفاصيل الخبر طبعا اللي أحزن جماهير النادي الأهلي وأنا واحد منهم. طبعا للأسف في الميركاتو الشتوي الحالي طبعا تقدم نادي ضمك السعودي بعرض رسمي طبعا لنجم النادي الأهلي التونسي علي معلول. طبعا كلنا عارفين ان علي معلول دلوقتي كان يعاني من إصابة من قطع في وتر أكيليس، وخلاص رجع إن شاء الله بإذن الله 10 أيام ولا حاجة يشارك في المباراة، وممكن مباراة النهاردة كمان يشارك فيها. خليني أقول لكم العرض الرسمي من نادي ضمك جه بناء على إيه؟ طبعا بناء على إن المدير الفني لنادي ضمك السعودي اللي هو اسمه نونو الميدا تولى تدريب نادي ضمك منذ أيام، يعني ممكن من أسبوع أو 10 أيام، ولكن في الأول السنة اللي فاتت كان مدير فني لنادي الشمال القطري، وقبل ما ينتقل لنادي ضمك كان مهتم بضم علي معلول الموسم الماضي، ولكن الإصابة طبعا قطعت المفاوضات بين علي معلول ونادي الشمال القطري. فلما دلوقتي تولى إدارة نادي ضمك فمهتم جدا وقدم عرض رسمي لعلي معلول للانتقال طبعا لصفوف نادي ضمك، ولكن في مشكلة تواجه نادي ضمك بالنسبة للانتقال بالنسبة إلى ضم طبعا علي معلول، وهي إن نادي ضمك دلوقتي عنده اكتفاء والعدد كامل في عدد اللعيبة الأجانب في الفريق. طبعا في الدوري السعودي محدد 10 لعيبة، نادي ضمك دلوقتي عنده 10 لعيبة، فالمشكلة تكمن إن هو لازم يتخلص من لاعب، سواء يقطع الإعارة مثلا أو يعرض لاعب منهم للبيع. في الحالة دي هيسمح طبعا ليه إن هو يضم علي معلول طبعا نجم النادي الأهلي. عندي طبعا تقرير أو عندي رسالة خاصة بالنسبة مارسيل كولر ومحمد رمضان اللي بسببهم علي معلول دلوقتي مش واخد فرصته وهم مش مقتنعين بعلي معلول. هو النادي الاهلي عمره ما وقف على لاعب، مبدئيا احنا عارفين ده كله، النادي الاهلي عمره ما وقف على لاعب ايا كان اسم اللاعب، ولكن تيجي عند علي معلول لا، هنا ستوب. النادي الاهلي لا يستطيع او مستحيل يفرط في علي معلول. احنا مش عايزين علي معلول يمشي كجماهير، علي معلول خط احمر، اذا مارسيل كولر يمشي وعلي معلول ما يمشيش، محمد رمضان ولا محمد حمدان يمشي علي معلول ما يمشيش، دي حاجة أساسية طبعا لدى جماهير النادي الأهلي. على فكرة علي معلول لو كان موجود في السوبر الإفريقي اللي قدام الزمالك ما كناش اتهزمنا ولا كناش خسرنا السوبر، لأن الخطأ أصلا الهدف اللي دخل فينا بسبب الباك ليفت يحيى عطية الله في الأول في نص الملعب، الكرة اتقطعت منه. لو علي معلول ما كانش عمل الأخطاء الساذجة دي، وغير الأوفرات والعرضيات بتاعت علي معلول، أنت مارسيل كولر ولا محمد رمضان ومحمد حمدان أنت شفت عرضيات علي معلول؟ المساهمات الهجومية لعلي معلول؟ اديه فرصته تاني بعد الإصابة، خلاص الحمد لله الإصابة بتاعته شوفي منها وبإذن الله جاهز للعب من النهاردة، يعني مباراة النهاردة يقدر يلعب، اديه فرصته. انت تمشي يا مارسيل كولر يجي مكانك 1000 واحد، يجي سواء يجي مثلا جوزيه جوميز أو يجي مثلا فايلر، أيا كان الاسم اللي هيجي، لكن علي معلول ما يمشيش. محمد رمضان ده اللي من ساعة ما جيت النادي ما شفناش غير مشاكل في النادي الأهلي وخناقات بين اللعيبة وبين الجهاز الفني، امشي برضه علي معلول ما يمشيش. بس يا جماعة فده كل يعني ما يخص خبر انتقال علي معلول للنادي ضمك السعودي أو العرض الرسمي المقدم من أندية الدوري السعودي لضم نجم النادي الأهلي علي معلول. في النهاية ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وسيبوا لي في الكومنتات رأيكم في انتقال علي معلول، وانتم من رأيكم ان علي معلول يمشي ولا رأيكم زي رأيي مثلا ايا كان اللي يمشي ولكن علي معلول ما يمشيش. يعني مارسيل كولر يمشي علي معلول ما يمشيش، محمد رمضان يمشي علي معلول ما يمشيش، ولا انتم فعلا شايفين ان عادي يمشي علي معلول لان خلاص اصبح عنده 34 او 35 سنة؟ سيبوا لي آرائكم في الكومنتات. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.